دايما بنسمع عن الخوف من الفشل، بس هل سمعتي قبل كده عن الخوف من النجاح؟ مرة اتصلت بصاحبتي وقلت لها أنا خايفة أنجح. هي استغربت جدا، لكن أنا كنت فاهمة إحساسي جدا. كنت مدركة إني فعلا خايفة من النسخة اللي ممكن أوصل لها لو نجحت بجد. ولما سمعت فيديو الكوتش سعد الدوسري عن الفكرة دي فهمت أكتر. قال إن أوقات كتير إحنا مش خايفين نفشل، إحنا خايفين نوصل للنسخة الكبيرة من نفسنا، خايفين من المسؤولية، من التغيير، ومن إن حياتنا تبقى مختلفة، ومتخيلين إننا عايزين ننجح. بس الحقيقة إن جزء جوانا متعود على الدور الصغير والمكان المريح. وده خلاني أفكر جدا في سؤالين قالهم في الفيديو. قال: ماذا لو أنا اللي معطلة نفسي بنفسي؟ ماذا لو الخطوة اللي بخاف منها هي أصلا الباب لحياة أفضل ونسخة أقوى مني؟ خصوصا إني بشوف ده مع بنات كتير أصحاب مشاريع، يبقى عندها منتج حلو فعلا بس ترفض إنها تتكلم